بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة الجمبري في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب. تحفة جدا بطعم وريحة خيال. ونقول بسم الله. المقادير هنا مع بعض تكفي نص كيلو جمبري. معايا بصلتين وسط مبشورين أو متقطعين صغير، طماطمتين صغيرين برضو متقطعين صغير، فلفل ألوان أو أخضر المتاح عندك. التوابل بقى بتاعة الجمبري كل حاجة جايبة منها معلقة صغيرة، بحيث ان انتي متكتريش من توابل الجمبري فيتغير طعمه. من كل حاجة من التوابل اللي معانا هناخد معلقة صغيرة ممسوحة، كمون وكزبرة وفلفل وبابريكا، ولو عايزاه سبايسي حطي نص معلقة صغيرة شطة. زي ما احنا شايفين كده، هي دي مجموعة التوابل بس اللي هنحطها على الجمبري. ومعلقتين كبار توم. طبعا احنا عارفين اي حاجة تخص المأكولات البحرية لازم التوم. معلقتين كبار توم مفروم. وهنيجي بقى على النار، في حلة هنحط معلقتين زيت ونسخنهم كويس، وهننزل عليهم بالبصل المفروم زي ما احنا شايفين كده، ونقلبهم على النار. ندبلهم بس، مش عايزينهم يتحمروا ولا حاجة، ندبلهم بس أو نصفرهم حاجة بسيطة خالص. طبعًا أنا الجمبري اللي معايا هنا متنضف، يعني مفتوح ضهره من ورا ومطلعة سلسلة الرمل اللي في ضهره، وكده يبقى نضيف تمام، ومغسول بمية وملح وليمون، شطفة بسيطة خالص، ما ننقعهوش في مية عشان غلط، شطفة بسيطة ويبقى كده نضيف زي الفل. بعد ما دبلنا البصلة هننزل بمعلقتين التوم على جنب كده في الحلة، نشوحهم شوية كده الأول، وبعدين هنروح مقلباهم على البصل حاجة بسيطة خالص، بحيث ان ريحة التوم تظهر كده معايا وتبان مع الجمبري. وافضل اقلب لحد ما الاتنين يختلطوا كده مع بعض، وما تكاش عليهم قوي على النار عشان ما يتحرقوش وطعم الشوربة يتغير. وبعدين انزل بقى بالفلفل واقلب برضو تقلبتين على النار لحد ما احس ان الفلفل دبل شوية زي البصل بالظبط. ما استناش لما الفلفل برضو يتهري، لا انا هقلب تقلبتين لحد ما احس ان الفلفل دبل ولونه كده الاخضر بتاعه زهزه. وبعد كده هنزل بقى بالطماطم بتاعتي المتقطعة صغير، وبرضو هقلب تقلبتين لحد ما احس برضو ان الطماطم بدأ لونها يتغير وتدبل شوية معايا وهي على النار. وبعد كده هنزل بمعلقتين شبت على بقدونس، يعني يكون 4 5 عيدان بس من كل نوع شبت وبقدونس، وتكون طازة وفريش عشان ريحتها تبقى ظاهرة كده وقوية مع الجمبري. كده انا خلاص نزلت بكل المكونات بتاعتي تمام. انزل بقى بالتوابل اللي انا جهزتها وحضرتها معايا، وزي ما قلنا التوابل تكون بكميات بسيطة عشان ما تأثرش على طعم وريحة شوربة الجمبري. شايفين كده خلاص الخليط بقى تمام معايا، وقلبت التوابل تقلبتين. هنزل بقى بكمية الجمبري اللي معايا واحدة واحدة كده، وأقلب باستمرار لغاية ما أحس إن لون الجمبري بتاعي بدأ يتغير ويبقى يقلب كده على اللون الأورنج أو اللون الأورنج الفسفوري زي ما احنا شايفين كده، لغاية لون الجمبري كله ما يتغير بالتدريج. شايفين أنا بقلب إيدي ما اترفعتش من على الجمبري خالص عشان ما يتحرقش معايا أو يلزق في الحلة. وبعد كده هكون محضرة المية المغلية جنب مني، بحيث ان لما اللون كله يتغير هنزل بقى واحدة واحدة كده بالمية المغلية على الجمبري. طبعا انا كنتش لسه حطيت الملح، ابدأ اظبط طعم الملح في الاخر خالص. والتركة بقى يا بنات اللي بتطلع فعلا طعم الجمبري مظبوط وطعم شوربة الجمبري مظبوطة، اني ما اكترش في التسوية بكتير خالص، يفضل يغلي 3 أو 4 دقايق. مع ال3 أو 4 دقايق اللي تشوح فيهم مع الخضار يبقى كده تمام قوي. كده هيطلع مستوي مظبوط وهيطلع طعمه تحفة. انا هنا نزلت بالمية المغلية زي ما قلنا كده، وهسيبه بقى يغلي بالظبط 3 دقايق أو 4 دقايق بالكتير خالص، وبعدين هطفي عليه. في ناس في المرحلة دي تحب تحط كريمة لباني أو معلقة كريمة لباني، لكن هو كده ده الأصل الشوربة من غير أي حاجة خالص، هتلاقي طعمها تحفة جدا من غير أي حاجة. وقلبت بقى تقلبتين وطفيت عليه النار.
وبكده فيديو شوربة الجمبري يكون خلص. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، وأتمنى تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناة، وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان أصحابكم وحبايبكم يتفرجوا عليه. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.